خلّيني أحكي لك موقف بيحصل معايا كتير، كذا شركة تسويق عقاري بتيجي تقول لي إحنا بنصرف فلوس كتير على الإعلانات، وبنستهدف كلمات أساسية زي عقارات للبيع التجمُّع الخامس، شقق للبيع التجمُّع الخامس، حتى الكلمات الطويلة بنستخدمها، شقق 3 غرف التجمُّع الخامس، فيلا بحديقة الحي الفلاني في التجمُّع الخامس. المشكلة بقى إن الكلام اللي بيتقال لي إن جودة العُملا كويسة، نسبة التحويل ضعيفة، لمّا بنتصل ونعمل follow بنلاقيهم راحوا مشروع تاني خالص. طب إيه الحل؟ هنا بارُد عليهم وباقول لهم لازم توسّعوا دايرة الاستهداف، لازم توصلوا لعُملا محتملين أو مستهدفين أكتر، لازم تفهم العميل بيفكّر إزاي، بيدوّر على أي نوع عقار في المنطقة اللي أنت بتسوّق فيها، لازم تعرف مين بيسأل عن إيه وفين، وبيقارن في المنطقة اللي أنت فيها عن مشروعات إيه. معلش ممكن توضيح أكتر عشان أقدر أفهمك؟ يعني مثلًا أنت بتسوّق في 6 أكتوبر، إيه بقى أكتر سؤال بيسأله الناس؟ إيه أحسن كومباوند في 6 أكتوبر للعائلات؟ ده من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر. العميل هنا عايز يعرف المميزات والخدمات المناسبة للأطفال، بيدوّر على الأمان، بيدوّر على المدارس القريبة، بيدوّر على المساحات الخضرا. أسعار الشقق في 6 أكتوبر كام دلوقتي؟ ده سؤال مباشر عن الأسعار. العميل هنا عايز يعرف متوسط الأسعار إيه حسب المنطقة، بيقارن ما بين الأحياء. إيه الفرق بين 6 أكتوبر والشيخ زايد؟ ده سؤال مقارنة ومشهور جدًا. العميل هنا محتار ما بين المنطقتين، عايز يعرف المميزات والعيوب لكل منطقة. هل الاستثمار في 6 أكتوبر مربح؟ ده هنا بيسألوا عن مستقبل المنطقة، عن تطورات المنطقة، هل هيقدر يبيع بسعر أعلى بعد كده؟ مستثمر. طب أنا باجيب الأسئلة دي منين؟ الأسئلة دي موجودة في الصفحة الأولى في جوجل، اقتراحات جوجل، الأسئلة اللي بتبقى موجودة، تعليقات العُملا على السوشيال ميديا وعلى الجروبات. طب سؤال، لو أنا اشتغلت على الأسئلة دي ودخّلتها في خطة الكلمات البحثية، أنا هاستفيد إيه؟ إيه فايدتها؟ العميل اللي بيسأل كتير ده جاد في الشراء، واخد القرار وبيقارن. المنافسة بتاعة الكلمات دي بتبقى قليلة، معظم المنافسين بيركّزوا على الكلمات العامة، الكلمات الرئيسية، الكلمات الطويلة لو فاهمين أوي، لكن الكلمات الاستفهامية بالنسبة لهم أقل أهمية، فبالتالي المنافسة أقل، فبالتالي فرصتك أنت أكتر. خلّي بالك بقى في حاجة نفسية عند العميل، لمّا أنت بتجاوب على الأسئلة دي بتبني ثقة، بتبقى مصدر موثوق منه. العميل بيتواصل معاك إمتى؟ اسبق أنت بقى الكل واعمل محتوى ومقالات ومدونات وفيديوهات بتجاوب عن كل الأسئلة دي، وخلّي العميل يتواصل معاك أنت الأول. قاعدة مهمة جدًا، جدًا، جدًا في التسويق، العميل اللي بيسأل أسئلة محددة ده أكتر عميل واخد قرار الشرا، وجدي وهيخلّص. يعني الخلاصة، المنافسة فيها أقل، نية الشراء أعلى، وبتبني ثقة بينك وبين العميل، والعميل بيروح لك أنت الأول قبل ما يعدّي على أي شركة تانية. الكلام اللي أنت بتقوله ده حلو جدًا، 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 بس الله يخلّيك بقى في أقل من 30 ثانية اعمل لي مقارنة بين ال3 أنواع. أنت كده لخبطتني، أشتغل على الكلمات الأساسية والّا الكلمات الطويلة والّا أدخّل لهم كمان كلمات استفهامية؟ تعالَ أقول لك بالراحة، كلمات أساسية زي عقارات للبيع بالتجمع الخامس، حجم البحث عالي جدًا، المنافسة شديدة جدًا، نية الشرا هتبقى ضعيفة لمتوسطة. حلو كده؟ بس لازم هاشتغل عليها طبعًا. الكلمات الطويلة زي شقق 3 غرف بالتقسيط في التجمع الخامس، أدي كلمة طويلة. حجم البحث بيبقى تقريبًا متوسط، المنافسة متوسطة بس نية الشرا حلوة. كلمات بقى الاستفهامية، إيه أفضل compound أسكن فيه في التجمع الخامس أو للاستثمار أو للسكن أو الحجم بتاع البحث بيبقى منخفض، المنافسة بتبقى ضعيفة جدًا، نية الشراء بتبقى ممتازة، وده غالبًا أكتر عميل بيخلّص. يعني اللي ما حدش هيقوله لك إن كل نوع من أنواع الكلمات البحثية دي بيكمّل التاني، والهدف الرئيسي إنك توصل لأكبر شريحة من العملاء المحتملين. أتمنى يكون الشرح بسيط، ولو عندكم أي استفسارات سيبوها لي في التعليقات تحت وهارُد عليها إن شاء الله.